مجرد ما بدات تشوف نتائج بسيطه، مش عايزه اقول لكم النفسيه بقت عامله ازاي والنزول بقى عامل ازاي، وخلاص يعني ما عادتش اللي هو ايه عامل لها الانسولين. بالنسبه لها هو كان المسبب لزياده الوزن، فهي كأنثى هي شايفه ان مشكلتها دلوقتي في جسمها ده السبب. طول ما عندنا إرادة مفيش حاجة هتوقفنا في بداية جديدة مع رحاب الشناوي. يا اهلا وسهلا، وحكايه جديده من حكايات بدايه جديده. حكايه النهارده ست جميله قوي، هي بتاخد انسولين من بره، سكر نوع اول، ووزنها زياده طبعا، فهي عايزه حاجتين، عايزه تنزل في الوزن وتظبط السكر. فهي طبعا من ساعه ما بقت تاخد انسولين وزنها عمال بيزيد، وده عامل لها احباط شديد جدا، ومع كل جرعه او كل حقنه من الانسولين بتبقى متضايقه اكتر، يعني هي نفسيا كمان مش حابه الموضوع خالص. فهنا طبعا انا كنت بشتغل على الناحيتين، على الحته النفسيه اللي هي المشاعر اللي هي رافضه الانسولين من بره، ان النفسيه بتبقى مهمه عشان خاطر الاسترس. الناحيه الثانيه بقى بنشتغل على قصه الوزن والسكر. بس طبعا احنا عارفين ان هرمون الانسولين هو هرمون انابوليك، يعني هرمون بناء، هو اصلا بيخزن دهون، صح كده؟ فهو الطبيعي هيعمل زياده في الوزن، بس لو انا سكري مظبوط هقدر ان انا احرق وهقدر ان انا انزل في الوزن. فهي دي المعادله. فهي طبعا لا عارفه تظبط السكر ولا عارفه تحافظ على الوزن او حتى تنزل من الوزن. فمجرد ما ظبطنا مع بعض قرايه السكر، طبعا بعمل لها برده الاسسمنت وبشوف الاكل بتاعها وقرايه السكر بتاعتها والعادات بتاعتها والقصص دي كلها. بعد ما يبان عندي قدام اللايف ستايل ببدا اشتغل ابروتش CBC. طبعا انا ابدا اشتغل على اللايف ستايل موديفيكيشن، نبدا نحدد الجولز بتاعتنا، نبدا ان هي تحدد التارجت، هنبدا نشتغل بكذا. وطبعا كنا راكنين رياضه خالص، كنا بادئين بالنيوتريشن الاول، ونبدا نشوف جرعات الانسولين والقرايات بتبقى عامله ايه مع الاكل. وطبعا مع النوع الاول بالذات احنا بنتعلمناها كده، يقول لك تراي اند ايرور، يعني ايه عكس النوع الثاني ده انديفيدوال. يعني ممكن حاله مثلا بتاخد مثلا جرعه انسولين هتحرق قصادها مثلا 10 جرام كارب، حد تاني 12، حد تاني 15. يعني احنا بنقول من 10 ل 15 قدام كل جرعه. طب هم سايبين الرينج ده ليه وبيقولوا لك ان احنا نشوف الفيدباك، لان كل جسم مختلف عن التاني. فده بيبان بقى بالريسبونس والفيدباك اللي بيرجع بيه الكلاينت، جاست ان احنا نبقى عارفين الجرعات اللي بتظبط عندها والقرايات بتبقى مظبوطه، الجسم بيبدا يشتغل كويس. عايزه اقول لكم يعني كانت قد ايه سعيده جدا اول ما لقت كيلو في وزن نزل كيلو. ايه ده اللي هو انا نزلت كيلو، اقسم بالله. البني ادم فعلا لما بيبدا يعرف الطاقه اللي جواه ويتحط في الطريق الصح ويبدا يشوف فيه نتائج بتطلع ما احلى ما عند البني ادم. مجرد ما بدات تشوف نتائج بسيطه، مش عايزه اقول لكم النفسيه بقت عامله ازاي والنزول بقى عامل ازاي، وخلاص يعني ما عادتش اللي هو ايه عامل لها الانسولين. بالنسبه لها هو كان المسبب لزياده الوزن، فهي كأنثى هي شايفه ان مشكلتها دلوقتي في جسمها ده السبب. فبدات العلاقه اللي كانت بايظه قوي دي ومتوتره قوي دي، لا ده لسه في بصيص امل، ده انا ممكن اعيش بني ادم طبيعي واقدر ان انا يبقى سكري طبيعي واروح واجي واتخلص من وزني وما احسش ان انا عندي مشكله هتقرقني طول عمري وحياتي كلها. وصلت؟ عايزه اقول لمريض السكر النوع الاول ده مرض مناعي، انت مالكش يد فيه. فاذا هنا القصه عندك ان انت تعمل كنترول على الجرعات، مش تقول مع كل حقنه اخد نشويات من بره زي ما بعض الناس بتيجي وبتقول لي. المهم ان انت تسيطر على المرض وما يحصلش كومبليكيشن، لان المضاعفات اخطر بكتير جدا من السكر النوع الاول. تقدر تعيش زي اي انسان طبيعي، تلعب رياضه وتروح جيم الاخره، بس طبعا مع الطبيب المختص معاك عشان تقدر فعلا تعيش حياه كويسه، تظبط اكلك، مش عشان باخد انسولين اكل جرعات نشويات زي ما انا عايز. وصلت؟